أشهد أن لا إله إلا كان القاضي أبو بكر الباقلاني من علماء المسلمين في القرن الرابع الهجري في العهد العباسي وعهد الدولة البويهية التي سيطرت على أغلب العراق آنذاك. وقد ذاع صيت الباقلاني لسعة علمه وكثرة مؤلفاته، وكانت له عدة مناظرات مع المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة استطاع فيها أن يفحمهم وأن يظهر ضعف حجتهم. ولما سمع الملك عضد الدولة البويهي عن ذكائه وعلمه وحضور بديهته، أرسله إلى بلاد الروم في مهمة كبيرة تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة. هل أرسلك الملك فقط لإبرام المعاهدة مع الروم، أم أن هناك أمرا آخر فضيلة الإمام القاضي؟ وما الذي دفعك للتفكير في أمر آخر سيدي رئيس البحار؟ لأنك يا سيدي القاضي لست شخصا عاديا، أنت من علماء المسلمين، فلا بد أن للرحلة أهدافا أكبر. صدقت فراستك يا رئيس البحار، إن ملك الروم يحب المناظرات العلمية، ومن هنا كانت لدينا الفرصة لنبين لهم عقيدة المسلمين وانحراف عقيدة نصارى الروم. وفقك الله يا قاضي المسلمين. سمعت أن المنجمين قالوا إن رحلتك هذه ستكون رحلة ميمونة. حتى أنت يا رئيس البحار تقول مثل هذا الأمر الفاسد. التنجيم ليس من الإسلام في شيء، ولا يعلم الغيب أحد إلا الله أو من ارتضى من رسله بإذنه تعالى. واعلم أخي أن الخير والشر بقدر الله، وليس للكواكب والنجوم هاهنا مثقال ذرة من القدرة. ونعم بالله. ولما وصل الباقلاني إلى بلاط ملك الروم واستعد لملاقاة الملك، كانت المفاجأة. معذرة يا قاضي المسلمين، أنت لا تستطيع الدخول على الملك بهذه العمامة حتى تنزعها، ولا هذا الزي حتى تستبدله، وأن تخلع خفيك أيضا. لا والله لا أفعل ذلك، ولا أدخل على الملك إلا على ما أنا عليه من الزي واللباس، وإلا فخذ هذه الرسالة تقرؤونها وترسلون جوابها لأعود به. ولكن ما المانع؟ هذه هي أعرافنا، فلماذا تظن نفسك مختلفا؟ اسمع يا وزير الملك، أنا رجل من علماء المسلمين، وقد رفعنا الله بالإسلام وأعزنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا إن من شأن الملوك إذا بعثوا رسلهم إلى ملك آخر أن يرفعوا أقدارهم ولا يقصدوا إذلالهم، لا سيما إن كان الرسول من أهل العلم، فإن أراد مني الدخول دخلت كما أدخل على خليفة المسلمين، وإن كره ذلك فليقرأ كتابنا ويرد الجواب ويردنا إلى صاحبنا، ولا حاجة لنا في اللقاء. فلما عرف الملك جوابه أمر به أن يدخل كما يريد، وقد عرف منزلة القاضي الباقلاني وما أوتيه من سعة العلم وقوة الشكيمة وحضور البديهة، وأنه مقدم في المسلمين ذو شأن عظيم بينهم. ذكرنا أن القاضي الباقلاني الذي كان في زيارة لملك الروم كان قد رفض أن يدخل على الملك إلا بعمامته وزيه وخفيه، فنزل الملك على رأيه، وعلم بالضرورة أن القاضي الذي رفض أن يخلع خفيه عند لقائه حري به ألا يركع أو ينحني عند دخوله، فأراد خديعته بأن جعل الباب قصيرا حتى يضطر إلى الانحناء والركوع عند دخوله. فلما رآه القاضي فكر، ثم أدار ظهره ودخل من الباب وهو يمشي إلى الخلف، فتعجب الملك من فطنته، ووقعت له في قلبه هيبة عظيمة. تفضل يا وزير الملك. الملك يريد أن يطمئن عليك، وإن كنت قد استرحت من سفرك ومن مراسم الاستقبال، فإن هناك أمرا من أمور العقيدة يريد الملك أن يناقشه معك بنفسه، فهل أنت مستعد لذلك يا قاضي المسلمين؟ بمشيئة الله وبمعيته، كل ما تطرحونه ستجدون جوابه ها هنا يا وزير المملكة. أخبر الملك أنني سأكون حاضرا في الموعد الذي اتفقنا عليه. أخبرني يا قاضي المسلمين، ما تقولون في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؟ روح الله وكلمته.
وعبده ونبيه ورسوله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا مسلم، تقولون إن المسيح عبد؟ نعم، كذا نقول وبه ندين. ولا تقولون إنه ابن الله؟ معاذ الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. حسنا، فهل العبد يخلق ويحيي ويميت ويبرئ الأكمه والأبرص؟ لا يقدر على ذلك، بل ذلك كله من فعل الله تعالى. ولكن كتابكم القرآن ذكر فيه أن المسيح فعل كل ذلك، خلق وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، ثم تأتي أنت وتنفي ذلك كله وتقول إن المسيح عبد. أعبد ويخلق؟ أعبد ويحيي الموتى؟ أعبد ويبرئ الأكمه والأبرص؟ لا، إنما أخبرنا الله تعالى في كتابه أن المسيح عليه السلام قد فعل كل ذلك بإذن الله، خلق من الطين طيرا ثم نفخ فيه بإذن الله، وأحيا الموتى فقط بإذن الله، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وحده لا شريك له. ولو كان المسيح يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص من ذاته وقوته، لجاز أن يقال إن موسى فلق البحر وأخرج يده بيضاء من غير سوء من ذاته، ولجاز أيضا أن يقال إن سائر معجزات الأنبياء وكأنها من أفعالهم دون إرادة الخالق. فلما كان ذلك لا يجوز عليهم، لم يجوز أيضا أن تسند المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه، بل معجزة المسيح كمعجزات سائر الأنبياء كلها بإذن الله وحده. ولما يئس ملك الروم ومن معه بمناظرة قاضي المسلمين أبي بكر الباقلاني، أرادوا إغضابه والنيل منه، فذكروا زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم بسوء. فماذا كان رد الباقلاني وكيف أجاب؟ تفضل يا قاضي المسلمين، ما اعتدنا أن تتأخر علينا لحظة عن موعدك، فما أخرك؟ كان الموعد بعد صلاة العصر كما اتفقنا يا ملك الروم، وقد حضرت ما إن انتهيت من الصلاة. لم أتصور أن ألتقي بمن يقدم أي موعد عن موعدي. الصلاة عندنا يا ملك الروم كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله أكبر في الأذان عندنا يذكرك بأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. لا عليك يا قاضي المسلمين، فلا أريد تعطيل الحديث أكثر من ذلك. لدى هذا القس سؤال نريد منك الجواب. تفضل اطرح مسألتك أيها القس. أخبرني يا أيها القاضي، ما فعلت زوجة نبيكم وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟ عندما عجز المنافقون عن النيل من محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا طعنه في ظهره، فتكلموا بحق زوجته ما تكلموا، وخاض معهم من خاض دون علم، وقد برأها ربنا من فوق 7 سماوات، وبين لهم عظيم قولهم، وفضح المنافقين وأخزاهم. نعم، من يصدق بكتابكم القرآن سيصدق هذه الرواية، ولكننا نريد برهانا ماديا بعيدا عن القرآن، فلو كنا مؤمنين به ما دارت بيننا هذه المناظرات من البداية. يا هذا، ألا تعلم أنني قبل أن أكون عالما من علماء المسلمين فأنا أيضا قاضٍ؟ فتعال أعلمك قاعدة ذهبية لعلها تنفعك يوما ما. تقول القاعدة: إن البينة على من ادعى، أي أنت المطالب بالدليل لا أنا. أما الدليل فليس عندي، فهذا أمر حدث على أرضكم، وإنما أنقل لك كلاما ردده بعضكم. دعني أقرب لك الأمر. ألم يقل اليهود في مريم ما قالوا فيها بعدما أتت بعيسى تحمله؟ ألم يقل بعضهم لقد جئت شيئا فريا؟ ألا تعلم أن بعضهم ما زال يردد هذا البهتان العظيم؟ بلى، ما زالوا يرددونه إلى اليوم. حسنا، فهما امرأتان في التاريخ، امرأة لم تتزوج وهي مريم ومع ذلك أنجبت ولدا، وامرأة تزوجت وهي عائشة ومع ذلك لم تنجب ولدا. فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة فهو إلى الأولى أسرع، وهما بحمد الله منزهتان مبرأتان من السماء، ولكنكم أنتم اتهمتم التي تزوجت ولم تنجب، ونحن
برأنا التي لم تتزوج وأنجبت ولدا. أيها القس، هل لديك رد على هذا الجواب؟ الحقيقة أن وقت المناظرة قد انتهى، وغدا مناظرة أخرى. واستمرت المفاوضات بين القاضي أبي بكر الباقلاني وبين ملك الروم بخصوص المعاهدة بين المسلمين وبين الروم عدة أيام تخللتها بعض المناظرات، وكانت مناظرة اليوم هي انتقال من الدفاع ودرء الشبهات إلى الهجوم المباغت الذي لم يتوقعه الخصم. بيني وبينك يا قاضي المسلمين، كلامك في المناظرات السابقة دخل في قلبي، ولا أجد له جوابا ولا أستطيع تكذيبك، ولكن ما زال في صدري شيء من الإسلام لا أفهمه. وما هو يا وزير المملكة؟ أفصح. أنتم المسلمون عندكم عنصرية. نعم، عندكم عنصرية. تبيحون لأنفسكم زواج اليهودية أو النصرانية، ولا تبيحون لغيركم الزواج ببناتكم. نحن نتزوج اليهودية لأننا آمنا بموسى، ونتزوج النصرانية لأننا آمنا بعيسى، وأنتم متى ما آمنتم بمحمد زوجناكم بناتنا. يا إلهي، ألديك جواب لكل شيء؟ اليوم أنا أسألكم يا وزير المملكة، وأنتم عليكم الجواب. حسبما فهمت يا ملك الروم، فأنتم تقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت، فكيف ذلك؟ هل من الممكن أن تفسر لنا؟ الأمر بسيط. اللاهوت أي أن الإله عندنا له صورته الإلهية المتمثلة في الأب، أما الناسوت فهو الصورة البشرية المتمثلة في المسيح الابن. ولكن لماذا؟ ما الدافع لأن ينقسم الإله إلى صورتين أو ثلاثة بإضافة روح القدس حسب زعمكم؟ لقد كانت الغاية من نزول الإله في صورته البشرية ثم صلبه هي أن يخلص الناس من ذنوبهم، وهو ما يعرف عندنا بعقيدة الخلاص. حسنا، فسؤالي هو: هل كان المسيح يعلم أنه سيصلب كما تقولون إنه صلب وفعل به ما فعل، أم لم يكن يعلم؟ ربما علم أنه سيصلب وربما لم يعلم. لا أدري ما المغزى من سؤالك. لأنه إن لم يدري ما أراد اليهود به وما خططوا لأجله لبطل أن يكون إلها ولا حتى ابن إله، فمقام الألوهية يقتضي علمه للغيب. أما إن كان يعلم مسبقا ودخل في هذا الأمر على بصيرة فليس بحكيم، لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء، فكيف يكون إلها كما تزعمون ويعذب ويصلب؟ لا إله إلا الله. ماذا تقول يا وزير المملكة؟ لا شيء، فقط أتعجب من حجة هذا المسلم، لقد فتننا في ديننا. علمنا أن القاضي أبا بكر الباقلاني كان قد ذهب إلى بلاد الروم رسولا لبلاده في قضية تتصل بالسياسة الخارجية للدولة، فانتهز ملك الروم هذه الفرصة ودارت بينه وبين الإمام الباقلاني عدة مناظرات قال عنها بعض المؤرخين إن الله أظهر فيها دينه على الدين كله. إلا أن أشهر تلك الوقائع وآخرها كانت عندما أراد الملك تكريم الباقلاني قبل رحيله من أرض الروم، فدعاه إلى يوم هو من محافل النصرانية، وبولغ يومها في مظاهر الاحتفال. مرحبا بالإمام الكبير قاضي المسلمين. ها أنا جئت ملبيا دعوتك يا ملك الروم في يوم عيدكم. اليوم أعرفك بضيف فريد من نوعه، عظيم الشأن كبير المقام. أدخلوا علينا البطرك. يا فقيه، هذا هو البطرك الأكبر، قيم الديانة وولي النحلة. مرحبا بالبطرك الأكبر، كيف حالك؟ وكيف حال الأهل والولد؟
ماذا تقول يا هذا؟ أسألك يا نيافة البطرك، كيف حالك وكيف حال الأهل وكيف حال الولد؟ لابد أنك جننت إذن. وما أنكرتم من كلامي؟ يا هذا، ألا تعلم أننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد؟ يا هؤلاء، تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتربؤون به عن ذلك، ولا تستعظمونه لربكم عز وجهه فتضيفون ذلك إليه. سوءة لهذا الرأي، ما أبين غلطه. ما ترى في أمر هذا الشيطان؟ تقضي حاجته وتلاطف صاحبه ملك المسلمين وتبعث بالهدايا إليه وتخرج هذا العراقي من بلدك اليوم إن قدرت، وإلا لم آمن الفتنة به على النصرانية. ففعل الملك ذلك، وعجل بتسريح أبي بكر، وبعث معه عدة من أسار المسلمين، ووكل بالقاضي من جنده من يحفظه حتى يصل إلى مأمنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.